مساء الخير يا حبايب قلبي، مساء السعادة، مساء التسالي. النهارده بقى عايزه اعمل لهم حاجه يتسلوا بيها، الولاد قاعدين زهقانين عايزين حاجه نتسلى بيها يا ماما. مفيش لب، مفيش سوداني، مفيش حاجه. قلت لهم لا، ازاي مفيش؟ عندنا يا رب الخير كله. فقلت لهم انا هعمل لكم فشار وبطعم الجبن. طبعا النهارده هعمل ايه؟ حبه فشار عسل كده ونسمي الله. حوالي معلقتين زيت كده او معلقه كفايه، معلقه زيت كده على حله تكون ايه، سخنه، على النار مولعه عليها. انا بقى كده مفرفشهم كده، ومعايا ايه، ذره فشار طبعا كلنا عارفين، اي محلات البقاله كلها بتبيعوا. بصوا اهو، بسم الله الرحمن الرحيم كده زي ما انتم شايفين كده اهو. وهرش عليه برضو ايه، حبه ملح، اديله تمليحه بسيطه كده، اني لسه هكمل له برضو اما يطلع من ايه، اما يطقطق كده ويطلع. بحبكم في الله يا حبايب قلبي، صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا مش هينفع ان انا اسيب الحله مكشوفه كده، لان اول ما يسخن ويطقطق كده معايا هيبهدل الدنيا. فلازم دلوقتي ان انا اعمل ايه، اغطي الحله كده واتني كل شويه ايه، اقلب كده. وهوريك صوت الطقطقه برضه. بدا يطقطق اهو. تعالي كده قربي كده الكاميرا شويه عشان يسمعوا كده طقطقه اهو. انتوا اكيد سامعين الصوت بتاعته. بس انا لو كشفت الحله دلوقتي اللهم انه هيتبحتر كله وهيطير في السقف، مش هنعرف نلمه. سامعين اهو. كل فتره والتانيه كده ايه، اقلب الحله كده، ارج الحله كده ازاي هزه كده. اصلا من غير ما احط له توابل ولا اي حاجه، ريحته طالعه في منتهى الجمال. حاجه بقى نتسلى بيها كده قدام التلفزيون واحنا قاعدين كده طبعا زهقانين. نطلع نجيب، بيجيبوا كيس قد كده ب5 جنيه، لا احنا جبنا حبه ذره فشار ب3 جنيه. وشوفوا طلعوا لنا كميه كبيره والكل هياكل والكل هينبسط. قاعدين زهقانين وعمالين يقولوا لي يا ماما مفيش حاجه نتسلى فيها واحنا قاعدين قدام التلفزيون. والله دورت في المطبخ ما لقيت، ولقيت برضه يعني انا بعد ما اشتريت اصلا لقيت عندي، لان انا ما بقطعش الحاجات دي من هنا. قاعدين زهقانين يا ماما، عاملين لنا حاجه نتسلى بيها قدام التلفزيون كده، بدل ما احنا قاعدين زهقانين من التفاح وزهقانين من الموز وعايزين حاجه يتسلوا بيها كده. وده احسن من اللب ومفيد وحلو وصحي. وكده خلاص ما عادش الطرقعه شغاله كده، خلاص هطفي عليه عشان ما يتحرقش إيه صوت. خلاص ما عادش بيطقطق كده، خلاص عارف ان هو كده خلاص كله ايه، ما عادش فيه حاجه. ونكشف الحله عليه كده ونسمي الله. ماشي. وهنزل بقى بالبهارات بتاعت ايه، طعم اي طعم بقى انت حباه، اي طعم انت حباه. طعم الجبنه، طعم الكفته، طعم الكباب، طعم اي طعم، الملح، شطه وليمون. الحاجات دي بتتباع بره اهي في اي محل توابل وفي السوبر ماركت زي ما انتوا شايفين كده. كتري بقى عشان يحسوا بالطعم فيه كده، يبقى في منتهى الجمال وياكلوا ويشبعوا. وهضيف له برده دلوقتي ايه، قليل من الملح عشان يبقى كده مملح كده حلو ليه. وهقوم جايه عامله ايه، خلاص كده ايه، بصوا مفيش حبايه محروقه، بسم الله ما شاء الله كله. ده عشان حبه الذره اللي انا جايباهم حاجه نظيفه، يعني ذره نظيف. بصوا اهو. هقلب بقى عشان هحط كمان حبه طعم كده، عشان انا جبت اللي تحت فوق واللي فوق تحت. ياكلوا احلى حبه ذره فشار في منتهى الجمال. ودبري ووفري ست البيت الشاطره اللي ما تشتريش حاجه من بره خالص، كل حاجه نعملها عندنا في بيتنا اهو. مفيش حبايه اهو يا حبايب قلبي. شايفين الجمال، طعم رقالة عليه مثلا اهو اهو. وهياكلوا وهيشبعوا اكتر مما انت هتروح تجيب. انت لو جبتي عشان تجيبي حبة زي دول مش اقل من 20 جنيه. لا احنا عملنا ووفرنا وحاجتنا نظيفة ومضمونة، وبألف هنا وشفا للي ياكل يا حبايب قلبي اهو. سلة بقى كده والطعم بقى واو، تحفة ومقرمش وجميل. طبعا احنا بعد الفطار بقى واحد بيفطر ويبقى عايز حاجه يتسلى بيها. ايه رايكم يا حبايب قلبي؟ اتمنى ان انا اكون فدتكم في حاجه بالفيديو ده. هو فيديو خفيف عامه وسهل وبسيط، يا رب كده يكون فيديوهاته كلها خفيفه على قلوبكم. لايكاتكم بقى اللي زي العسل، وما تنسونيش بقى في التعليقات اللي زي العسل بتاعتكم حبايبي. اشوفكم بخير في فيديو جديد ان شاء الله.